بس رغم ده ورغم ان اهل بلدي خذلوني بس انا بحبهم، ورغم ان اهل بلدي خذلوني انا قاعد هنا على الارض في بلدي، ما سافرتش زي 1000 واحد سافروا وانتوا عارفين اساميهم كلهم. انا البرنامج ده بالنسبه لي مساله شرف، مساله كرامه. كل واحد قلل مني على البرنامج ده هعرفه تمامه كويس. انا مؤمن ايمان من عند ربنا سبحانه وتعالى ان هيدخل صاحب او هيدخل اخ، ما اعرفش بقى، يعني 99% مش من مصر، لان انا شفت بصراحه اغلب الداعمين المصريين هنا كلهم بيجروا ورا المشهور، مش بيجروا ورا صاحب الشيء، بيجروا ورا الشهره. الداعم لما يلاقي صاحب بجد على البرنامج ده وواحد عنده لا مؤاخذه شيء، مش بيدعي الشيء، يعني مش مثلا بيقول لك ده انا مش بيجري ورا المشهور اللي بيثير الجدل، لا، يعرف واحد عنده شخصيه محترمه، يكون انسان محترم، انسان فعلا عنده كتير يقدمه، يصاحبه، يكون اخوه، تكون اخته، ما ينجحش لوحده، لا ينجحوا كلهم مع بعض. انما هنا لا مؤاخذه كل ما يخش داعم جديد مصري تلاقيه بيجري ورا المشاهير عشان لا مؤاخذه يتشهر، شهره كدابه. كل الترندات اللي انتوا بتجروا وراها دي ناس ترندات لمده شهرين ثلاثه. طب ما تعرف واحد ليه القيمه بجد، واحد ليه هويه، واحد ليه شخصيه. لا، اجري ورا المشهور اللي عنده مشاهدات كتير وعنده داعمين كتير، اخش انا في نص الناس دي كلها اعمل شو. تعمل شو؟ طب بعد ما عملت الشو يا اخوي خسرت فلوسك، هتفتح لي لايف؟ هتفتح اللايف هتلاقي كل الناس بتجري وراك عشان فلوسك. فين بقى الانجاز اللي انت عملته في حياتك؟ هتحس ان انت ندمت ان انت دخلت البرنامج ده اصلا ودعمت حد في يوم من الايام. بنجري ورا خيابه. انا بقالي 2.5 سنين على البرنامج ده. كان معايا زمان داعم، الداعم ده كان صاحب واخ، ما كانش داعم، صاحب واخ، دايما موجود معايا في اللايف بتاعي. الغريب بقى ان هو كان سعودي ما كانش مصري. ازاي يا باشا؟ ازاي يا باشا مش من ارض بلدي؟ جرب تشتري شخص عنده هويه، معروف ده بيقدر يعمل ايه وراح فين وجه منين وشاف ايه وعنده القدره يعمل ايه ويقدم ايه. مع اننا احنا المفروض كمصريين احنا اكتر ناس تشتري صاحب وتشتري واحد جدع وتشتري، هو ده اللي المفروض ان احنا نعمله ونفرض نفسنا وبتاع. انما قصه حزنانه والله العظيم اللي بيحصل ده، والواحد والله نفسه مقفوله اصلا.